كان يا مكان في يوم من الأيام ظهر كتاب سحري عجيب في حديقة إياد وميان، ومعاهم أختهم الصغيرة ليان. ومن ساعتها بدأوا رحلات سحرية علشان يبقوا من الأبطال الصغار. يلا بينا نبدأ الحكاية. في ليلة هادئة كان إياد وميان وليان قاعدين في الحديقة. فجأة طلع كتاب سحري بينور نور ذهبي غريب. الكتاب اتفتح لوحده وظهرت رسالة قالت: الخير الصغير يغير العالم. في لحظة أخذهم الكتاب لعالم تاني. المدينة كانت حزينة ووجوه متعبة وأنوار قليلة. شافوا طفلاً قاعداً لوحده وفهموا أن العالم محتاج نوراً وخير. إياد شاف العملة في إيده وفكر يساعد. قرب منه بابتسامة وقدم له الصدقة بكل حب. وفجأة طلعت نجمة من النور وابتدت السماء ترجع تنور تاني. ميان ساعدت سيدة كبيرة والنور بدأ يزيد في الشوارع. وميان وليان وإياد شاركوا التمر والابتسامة رجعت للوجوه. ومع كل خير صغير كانت النجوم تملأ السماء أكثر. انتشر نور ذهبي قوي وغطى المدينة كلها، وظهر هلال رمضان مضيء ينور السماء بجمال. ابتسم الأصدقاء بسعادة وحصلوا على نجمة العطاء الذهبية. واو! إياد وميان وليان قدروا يكسبوا نجمة ذهبية جديدة، بس السر الكبير لسه مستني. تفتكروا إيه اللي هيحصل لما يجمعوا كل النجوم؟ استنونا في المغامرة الجاية من حكايات الميني هيروز، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة.